أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامجكم تانيتس شوية وش مع دكتورة مينا دي. عمرك سألت نفسك ليه في ناس بتعرف تعمل علاقات عميقة قوي وتعبر عن نفسها وبتتكلم براحتها وتحكي عن مشاعرها ببساطة وسلاسة ووضوح، في ناس تانية ما تعرفش؟ الحلقة دي من تانيتس وشوية وش هنجاوب فيه على السؤال ده. قبل ما نجاوب على السؤال احنا محتاجين نسأل نفسنا الأول، احنا ليه محتاجين علاقة آمنة؟ ليه محتاجين حد قريب قوي منا؟ ونكتشف ان ده احتياج إنساني. كل الناس جواهم احتياج لان هم محتاجين حد قريب، محتاجين حد يحس بيهم، محتاجين حد يقدر مشاعرهم، محتاجين حد يقدروا يعتمدوا عليه في الوقت اللي محتاجينه، محتاجين حد يحسوا معاه بالراحة والأمان. محتاج ان اعبر عن مشاعري وافكاري حتى لو غلط، من غير ما حد يحكم عليا او ياخد عني صورة مش لطيفة. محتاجين حد اتكلم معاه بمنتهى الوضوح وبمنتهى الارتياح والسهولة، وما بقاش بنقي الكلام اللي انا بقوله. ده احتياج انساني جوه كل الناس، لكن مش كل الناس بتعرف تعمله، مش كل الناس بتعرف حتى تعبر عن الاحتياج ده. طيب ليه في ناس ما بتعبرش ومش بتعرف تعبر عن الاحتياج ده؟ مش بتعرف تحس بالأمان في أي علاقة مع أي حد قريب، سواء جوز أو زوجة أو أولاد حتى أو أصحاب. ليه في ناس ما بتعرفش تعمل ده؟ الدراسات اكتشفت ان الاختيار ده بالنسبة لنا اختيار مش واعي. يعني ايه اختيار مش واعي؟ يعني في ناس من جواها الاحتياج وبتعرف تعبر عنه، وفي ناس جواها الاحتياج لكن مش بتعرف تعبر عنه، وده جاي نتيجة لحاجة في الطفولة. بيقولوا ان العلاقات بتبتدي من واحد وهو طفل. ازاي يقدر يعمل علاقة آمنة وحقيقية ويبقى حقيقي؟ بيبتدي يكونها من هو طفل. يعني الطفل وهو صغير بيبكي، عايز ياكل، عايز يشرب، عايز يغير، عايز يستحمى، عايز حد يحضنه، عايز حد يبوسه، عايز يلعب مع حد، عايز يلفت الانتباه، عايز يقول انا موجود. كل الحاجات دي لما الطفل بيعملها هو بيراقب ردود افعالنا احنا ككبار ايه. ولما بيحس ان ردود الفعل دي فيها تقدير وفيها اهتمام، فيها تعبير عن الحب، فيها تعبير عن المشاعر، فيها فرحة من اللي بيقدمها، فيها مش احساس بان ده واجب عليا ككبير ان انا اعمله، او ان انا زهقان وانا بعمله، او ان انا تعبان وملان وقرفان لكن بعمله. كل الحاجات دي بتخلي الطفل بالذات يشعر بالامان ويحس ان هو كإنسان هيلاقي لما يكبر حد يقدر يثق فيه، هيلاقي لما يكبر حد يقدر يعتمد عليه، هيلاقي ناس حواليه ويبقى احساسه مطمن. لكن الطفل لو ما لقاش الحاجات دي، لقى دايما بابا او ماما او مقدمي الرعاية دايما حاسين ان هو عبء. بابا وماما بيتخانقوا كتير وبيتخانقوا على اي حاجة، والطفل بياخد مشاعر بابا وماما دايما ان هي بسببي. دي حاجة ده دماغ الطفل بتقول كده. اي حاجة تحصل في البيت، اي مشكلة حصلت او اي خناقة بين بابا وماما دي بسبب بابا وماما. لو بيتخانقوا كتير دايما عند الطفل احساس بان هو غير محبوب، او ان هو مش وجوده هو اللي عمل المشكلة. بالذات لو بابا وماما بقى ابتدوا يعبروا بطريقة لطيفة جدا ويقولوا له احنا زهقنا منك، احنا مش عايزينك، انت سبب المشاكل، او انت سببك انا متضايقة من بابا، او من هذا القبيل. الكلام اللي مش لطيف اللي احنا بنقوله لعيالنا، الكلام ده بيدي احساس للطفل بان هو سبب المشكلة، وان هو مش قيمة في حد ذاته، وهو مش ممكن ابدا يلاقي حد يحبه او يلاقي حد يقدر يثق فيه ويعتمد عليه ويديله اهتمام. دي بتخلي عنده شعور دايما بان هو مش قادر يقرب من حد، مش قادر يحس بالامان ناحية حد ان هو يعبر عن مشاعره وافكاره. ايه تاني؟ الحاجة التانية، هنفترض اني بابا او ماما
حد منهم مشي ده مشي سافر فترات طويلة، مشي اتوفى مثلا او مش موجود، الطفل يبتدي يحس هزة نفسية جواه، هو مش عارف ايه اللي حصل وليه حصل كده. وطبعا كانت طريقة تفكير الطفل ان هو السبب في المشكلة او هو السبب في ده، فيبتدي يحس ان هو تعبان وتعبان جدا لو ملقاش حد يضمه ويقدم له الحب والرعاية. وفي غلطة كبيرة احنا بنقع فيها لما بابا او ماما بيمشوا بيتوفوا مثلا، او حد بيسيب عياله اطفال صغيرين، فيبتدوا الاطفال دول يروحوا عند كذا حد، عند خالته شويه، عمته شويه، تيتا شويه، ناس كتيره بتقدم الرعايه صحيحه عن حب وكل حاجه، لكن مفيش حد هو يقدر ينتمي ليه، يحس باني هو محبوب منه، واخد صورته الذاتيه عن نفسه منه. كل واحد بيقدم حب بطريقته، والطفل بيبقى حاسس ان هو تايه وسط دايرة الحب دي، مش هقول دايرة الزعل، لكن دايرة الحب دي وهو مش فاهم هو يقدر يقرب من مين ويعمل علاقة آمنة مع مين. لو اتغيروا باستمرار مقدمي الرعاية او الناس اللي بترعى الطفل من غير ما يكون في حد دايما مستمر موجود هو اللي بيقدم الحب والاهتمام والرعاية، اوقات الطفل مش بيبقى عارف بقى يعمل علاقة آمنة يقدر يعبر مع حد عن مشاعره وافراحه واحزانه وكل حاجة بتدور جواه لحد معين، وده بيخليه دايما هو منفصل ومنعزل ومش عايز يعبر. انا مبقولش ان هو هيدخل في دايرة الانعزال التام، لكن بتبقى علاقاته كلها سطحية، عاملين ايه، وحشونا، ازيكم، لاصحابه، يلعب معاهم، لكن هو بس لغاية كده، محدش يقدر يقول له مالك. واحنا بنكتشف كده كتير لما اقرب الناس لينا يقولوا لنا مالكم، متضايقين، زعلانين، فرحانين، حتى واحنا مش عارفين نعبر عن مشاعرنا وافكارنا لاني خايفين نعبر. ايه تاني؟ الحاجة اللي احنا عايزين نقولها الأخيرة هي ان في ناس كتير أطفال عندهم مشكلة في ان اللي بيقدم له الرعاية أو المفروض يقدم له الرعاية نفسه أذاه نفسيا أو جسديا، والحكاية دي بتخليه دايما مش قادر يحس بالأمان مع أي حد. يعني مثلا لما بابا أو ماما أو حد سافر بعيد او هنقول اتوفى مثلا، فبنبص نلاقي ان في درجة من الحزن شديدة، محدش قادر يمسك الطفل ويتفهم مشاعره ويقبل حزنه او مضايقته او غضبه، بل بالعكس هم بيصبوا على الطفل باعتبار ان هو مش فاهم او بيحاول يلفت النظر حزنهم وغضبهم. الصدمة دي بتاعت المشاعر الحزينة قوي او في حالة وفاة لمقدم الرعاية للطفل او بابا او ماما، دي بتكسر الطفل جدا لانه مش بيبقى عارف ايه اللي حصل، محدش مهتم بيا، محدش قادر يركز فيا، انا اللي كان مهتم بيا مشي، مش هعرف اعمل العلاقة دي تاني. او اني ممكن يكون الاب او الام بيأذوا نفسيا بغضبهم الشديد، غضبهم الشديد رد فعل عنيف، همسك حاجة اخبطها في الطفل، هزعق قوي، هزعق لدرجة ان هو يخاف من ان هو يعبر عن مشاعره، او اي ايذاء جسدي، اي ايذاء جسدي كضرب، كانتهاك للطفل، كل الحاجات دي بتخلي الطفل صعب جدا هو يعمل علاقة آمنة في حياته او يقدر يبقى حاسس بالامان في العلاقات. احنا كده قلنا اسباب ان الطفل مش عارف يعمل علاقات آمنة، او لما يكبر ويبقى راجل كبير او ست كبيرة مش عارفين يعملوا علاقات آمنة في حياتهم لأقرب الناس ليه. من الحلقة الجاية بقى هنبتدي ناخد انواع العلاقات الغير آمنة، كل نوع بيبقى شكلها ازاي وبيعمل ايه وبيتصرف ازاي الكبير فيها وازاي تتصلح. نشوفكم الحلقة الجاية من تانيتس وشوية وش مع دكتورة مي نجيب. اعمل سبسكرايب عشان يجيلك كل جديد في حلقاتنا، وكمان هنعمل حلقة مفتوحة للأسئلة.
لو كل واحد عايز يحب يسأل سؤال او يدي تعليق او اي حاجة، منتظرين تعليقاتكم. هنعمل حلقة مجمعة لكل سؤال تحبوا تسألوه، احنا معاكم. شكرا. مع دكتورة معين نجيب.